السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بافضل حال. طريقه كبسه سهله وبسيطه، بجد طريقه رائعه. عندي بصلتين هنا قطعتهم مكعبات، بصلتين كبار قطعتهم مكعبات، يعني جوليان مش هتفرق. المهم هتجيبي الحله بتاعتك وتحطي ربع كوبايه زيت كده، تروحي منزله البصله بتاعتك، تديها تشويحه كده لحد ما البصله، يعني احنا مش عايزين البصله تاخد لون، احنا عايزينها لونها ذهبي كده. هننزل بقى عليها بهارات. عندي بهارات كبسه وملح وفلفل اسود، حب ورق غار وقرفه عيدان و ده قرنفل، يعني 10 حبات كده قرنفل. جميل. وهروح مقلبة بقى البهارات بتاعتي. لو عندك فلفل اسود بودر، فيلم يعني حطيه عادي، ما فيش مشكلة. هحط بقى الفراخ بتاعتي وهقلبها كده تقلبتين. عايزة تديها وش تحمير كده، هتبقى حلوة جدا. عندي طماطمتين برضو هقطعهم مكعبات كده، وهروح منزلاها على الفراخ، وهديهم تقليبة برضو كده عشان كله يدخل في بعضه. شايفين بالطريقة دي كده؟ شايفين؟ وهروح حاطة معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، معلقة كبيرة أو يعني معلقة ونص، بالمعلقة بتاعة الأكل بتاعتنا بس. وهروح مديهم برضو تقليبة كده علشان صلصة الطماطم بتاعتنا تتحمص شوية. عندي بقى قرن فلفل اخضر برضو هقطعه كده مكعبات، وهروح منزلاه على الفراخ بتاعتي. طريقته بصوا، طريقته يعني بجد بجد الطريقة دي حلوة جدا، ان شاء الله ان شاء الله لازم تجربوها. طيب وهنزل بقى خلاص، يعني حطيت الفلفل، وهروح حاطه الميه بتاعتي السخنه على طول. بصوا الميه هتوصل لحد فين، هغطي تقريبا الفراخ. جميل. وهروح طبعا النار بتاعتي عاليه، اول ما يبتدي يغلي من الجناب اهو هروح مغطياها كده، وهسيبها تستوي قد ايه، 30 دقيقه بالظبط بالظبط. وبعدين اروح عامله بقى كده خلطه على الجنب، هنا ملح وفلفل وكركم، ودي معلقه صلصه طماطم كبيره وحبه زيت كده صغيرين. هقلبهم كده كلهم على بعض، وهروح حاطه لهم معلقتين ميه، وهروح مقلباهم علشان دي بعد ما اطلع الفراخ بتاعتي هروح دهنه الوش اهم، دول معلقتين الميه. هروح دهنه الوش بتاع الفراخ ومدخلاها الفرن عشان تاخد لون من الشوايه، يعني انا هحطها كده، هوطي الشوايه وهخليها تتحمر. هنا عندي بقدونس وثلاث فصوص توم، واحده طماطم وخلطه كبسه معلقه كبيره وحبه زيت، هحطهم كلهم في الخلاط بتاعي. هروح حط شويه الزيت عليهم وهديهم ضربه، وده الصوص او التغميسه بتاعه الكبسه بتاعتنا. مش قادره اقول لكم بتبقى رائعة رائعة. أنا أول مرة أعمل التغميسة دي، بجد مش قادرة أقول لكم حلوة جدا، تحسيها فريش قوي. أتمنى تجربوها. طيب دي اللي أنا قلت لكم عليها هحطها على الفراخ بتاعتي، حطيتها كلها على الفراخ ورحت مدخلاها الفرن. في مية الفراخ بقى، مية سلق الفراخ، حطيت الرز. أنا جايبة رز بسمتي، بتبقى أفضل حاجة يعني الرز البسمتي. وقلبته كويس ودقت طبعا الملح بتاعي، لو عايزه ملح تزودي الملح بتاعك. طلعت الفراخ بتاعتي من الفرن، اخدت تقريبا 6 دقايق او 7 دقايق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طريقتها رائعه. بعد تقريبا 25 دقيقه الرز بتاعي استوى، شايفين كله مع بعضه اهو. وهبتدي احطهم في الطبق بتاعي. بألف هنا عليكم. اتمنى تجربوها. بصوا مش قادره اقول لكم حلوه 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 قد ايه. شكرا جدا ليكم، متنسونيش بقى في اللايك. سلام.